جانا العيد اهو جانا العيد، فتت العيد فتت العيد. اوعوا تقولوا عليا مجنونه يا جماعه. انا بقالي كتير ما اكلتش لحمه بس مش اكتر. واكيد نص الشعب المصري زيي يعني. جبت يا معلم بقى ايه شويه قوطه. قوطه، ايوه قوطه. انا فرحانه النهارده، محدش يكلمني، عندنا لحمه النهارده. محدش النهارده يرن عليا. جبت القوطه بقى ايه، ضربتها في الخلاط كده. ايوه انا عايزه شويه فته حلوين، انا مليت المطبخ كله ميه عشان اعمل شوربه. انا مش قادره أقول، عملت 7 حلل شوربه يعني. المهم جبت ايه، الطماطم، وقلت اعملها صلصه عشان خاطر الفته. وبنفس القوطه برضو سقطتها في الشوربه وحطيت عليها توابل عشان تعمل زفاره اللحمه. انا مش هحط اكتر من كده عشان ما اضيعش طعم اللحمه، ولا هحط بقى بصل، ولا هحط ورق لورا ده اللي بيقولوا عليه، ولا اي حاجه. انا عايزه اللحمه زي ما هي كده. انا ممكن اكلها نيه على فكره، هاكل اللحمه زي ما هي. ادي قلت لكم اهو. ايوه محدش جاب لحمه على فكره، ها. واللي جاب لحمه ده نادر يعني، انا من النوادر برضو. ايوه يا جماعه، اللي جاب بقى يكتب لي في التعليقات بعد اذنكم. جاب قد ايه، جاب كيلو، جاب نص، جاب ربع، اي حلو، رضا الحمد لله يا رب، الحمد لله. هو الكيلو حلو عشان يكفي بس العيال. وعملت شويه رز ابيض كده عشان اعمل لهم شويه فته حلوين. بس شويه رز وشقته زقته بالشوربه. طبعا انا قلت لكم انا عامله يجي 20 حله شوربه. طيب ايوه هنقعد نشرب في الشوربه دي لغايه ما العيد يخلص كله، يعني نقعد من يوم الوقفه كده لغايه ما كل حاجه تخلص. المهم يعني قلت ازقي بقى ايه، اغرق بقى الدنيا شوربه بقى، واغرق الرز شوربه كده وايوه الشوربه بقى، وفي ريحه لحمه في البيت، يا سلام على اللحمه. يا سلام. انا على فكره يا جماعه انا مش محرومه، بس الدنيا هي اللي غاليه، اعمل لكم ايه طيب؟ اعمل ايه؟ الحمد لله يا رب، جبنا لحمه وجبنا كيلو والحمد لله. وجبت نص برضو مفروم عشان اعمل بيهم صينيه رقاق، وبرضو هصورها لكم وانزلها لكم. بس انا كده بقى ايه، هقلب الرز كده. ودي على فكره حته اللي في البتاع دي، حته اللي هي بتبقى من بواقي اللي هي اللحمه اللي بتبقى الصغيره دي، فتافيت. في الشوربه يعني مش حاجه. بس انا كده بقى ظبطت الملح بتاع الرز، لان انا ما كنتش ملحت اللحمه. فهحط ملح للرز واظبطه كده. يعني الشوربه دي من غير ايه، من غير ملح. بس بقى أنا قلت بقى احمر شويه اللحمه اللي حدانا ونظبطهم كده في قلب الطاسه. ويعني هياخدوا بس ايه كده، سنه كده على الوشين. احمر بقى كل الكميه. وادي الرز اتشرب، وادي الصلصه اتسبكت. وزي الفل كده بقى، ما ناقصش غير ايه، غير العيش. وانا حمصته اصلا في الفرن، بحمصه كده من غير حاجه. يعني زي ما هو كده، احط عليه شويه توابل وشويه ملح وخلاص، ما بحطش عليه زيت. هو زي ما هو كده بيبقى حلو. بس كده. دي بقى الدقه اللي بحطها على وش على وش الفته. في ناس بتحب تحطها في الصلصه، في ناس بتحب تحطها بالعيش. كل واحد وعلى حسب بيحب الفته ازاي، كل شيخ وليه طريقه يا جماعه. حلو الكلام ده. حلو. بس بقى عملت بقى شويه التوم. والصراحه انا كنت عاملاهم كده ايه، ما كنتش مظبطاهم، يعني ان انا احط فيهم توابل او كده، عشان عايزه يعني طعم الفته ما يكونش باين فيه بهارات كتير يعني. بس كده. ورحت زقياها بشويه خل كده. وهزود برضو كميه الخل تاني، وبعد كده ايه بقى، هسيبها تغلي غلوه واحده وبعد كده اطفي عليها. دي بقى العيش اللي انا حمصته. هزقيه كده بالشوربه عشان يبقى ايه طري معايا وحلو. برضو هعمل بولة لعيالي كده صغيرة. واعمل الصينية دي الكبيرة دي لينا يعني احنا الكبار. بس انا هنا محمصة العيش، وانا برضو محمصاه. بزقيه بقى على حسب ما انتي حابة، عايزة تبليه كله، عايزة تبلي نصه برضو براحتك. وده الرز كده نزلت عليها بالرز، هظبطه بقى كده وهننزل كل الكمية. والله يعني انا يعني احنا بنحب طعم، يعني لما رص كده بنحب طعم الرصة دي. في طبعا ناس بتاكلها بطرق تانية، يعني في ناس مثلا بتحط العيش حوالين الرز. في ناس بتخلط العيش بشوية صلصة قبل ما تعمل اللي انا بعمله ده. وفي ناس بتخلط العيش بشوية دقة قبل ما تعمل اللي انا بعمله ده برضو. كل واحد وعلى حسب ما بيحب. حلو الكلام ده. بس انا كده بقى ايه، بحب اغرق الرز كله صلصه كده، عشان عيالي بيقعدوا بقى الحته اللي ما فيهاش صلصه ما بيرضوش ياكلوها. فبغرق بقى كل الرز صلصه كده عشان يرضوا ياكلوا يعني. ادينا مغرقه الدنيا كلها.
في ناس طبعا بتحط حبه صغيرين، ودي برضو ايه اذواق، كل واحد وعلى حسب ذوقه. انا الصلصه دي عاملاها كده من غير ولا بصل ولا توم ولا اي حاجه. انا كده كده بحط الدقه على وش الصلصه بعد ما بظبطها كده زي ما انتم شايفين. وبرضه بعيدها تاني عشان ما حدش يقول لي اصل مش طريقتها كده، اصل مش عارف ايه. يا جماعه انا اللي هاكل على فكره، انا وعيالي، ويعني ما حدش بيعدل عليكم في بيتكم، كل واحد على حسب ما بيحب. وهنزل بقى احط اللحمه كده على وش بص اهو التوم اهو اللي انا عملته، انا حطيت التوم بالخل على وش الصلصه. تمام كده. ودي اللحمه دي للولاد، ودي بقى اللحمه ايه دي للكبار. وبس كده الحمد لله. وكل سنه وانتم طيبين يا جماعه، عيد سعيد عليكم، يا رب تكونوا بخير.